يا مساء الخير، أنا دعاء وده فيديو جديد. النهاردة أنا هعمل سندوتشات برجر في البيت، أنضف وأحلى وطعمها حلو قوي، والله أحلى من الجاهزة. بطاطس محمرة حط عليها صوص شيدر. هحتاج كيلو لحمة مفرومة فيها نسبة دهون عالية شوية، وهحتاج للحمة بس مستردة وكاتشب وصويا صوص ملح وفلفل، وده صوص شيدر انا عاملاه، هبقى انزل لكم طريقته في فيديو تاني. وده اللي هحطه في السندوتشات، مايونيز وكاتشب ومستردة وخيار مخلل ومكرملة بصل وخس وطماطم. هحط الكيلو اللحمة معلقتين مستردة، معلقتين مليانين مستردة، وهحط معلقتين صويا صوص. اللي عايز يعمل نص الكمية يبقى معلقة ومعلقة ومعلقة، معلقتين صويا ومعلقتين كاتشب. هنا انا لسه مش هحط ملح وفلفل، انا حطيت معلقتين من كل حاجة. هعجن اللحمة بيهم بس مش هعجنها قوي قوي، يعني مجرد الحاجة اللي انا حطاها دي تدخل في اللحمة، يعني اخلطها ادخلها في الحاجة كويس، مش هزود قوي في العجن. هكون مسخنة صينية او طاسة او الجريل، اعمل فيها العيش، حمص العيش شوية. بعد كده لما احس لونه عجبني هشيله، نفس الحاجة الزبدة اللي محطوطة اللي عاملة بيها العيش هي اللي هحمر بيها اللحمة. انا مش هاجي جنب اللحمة ولا احركها خالص غير لما احس ان هي اتلسوعت من الناحية التانية. انا هجهز السندوتشات، هحط المايونيز اللي انا عاملاه بالكاتشب والمستردة وخيار مخلل، هدهن بيه. وبعد كده هحط الخس، طبعا جميلة ونظيفة. هنا اللحمة أنا حسيت إن لونها كويس، ممكن تسيبوها شوية كمان بس ما تحركوهاش كتير علشان ما تتفرفتش منكم. كده خلاص أنا خلصت. وده صوص شيدر أنا عاملاه زي ما قلت لكم، هقول لكم في فيديو تاني بيتعمل إزاي، طعمه حلو قوي. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، وإن شاء الله أعمل فيديوهات تانية كتير. والله يا جماعة طعمه زي أحلى كمان من الجاهز. البصل ده متكرمل بربع معلقة سكر، وبهدي عليه النار لما ينزل ميته ويغمق، ما تعلوش النار عليه عشان ما يتحرقش. كده أنا خلصت. ميرسي جدا على وقتكم.